زينب عمر الحصني شابة سورية، تابعنا قصتها على بعض القنوات ومواقف بعض الرجالات السياسية والدينية حولها. وما تزال حادثة اختطاف وقتل زينب الحصني على يد عناصر الأمن، كما أكد ذلك ذووها، ماثلة أمام أنظار الرأي العام. بتاريخ 27/7 اختطفت أختي زينب من الشارع عمرها 18 سنة من قبل سيارات الشبيحة والأمن. اتصل الأمن بنا بطلب تسليم أخوها مقابل تحركها، أو مقابل أنه الفاجعة الكبيرة، مقابل أنه يسلمون الجثة. إذا تلعثم يوسف ليس على وقع الفاجعة بمقتل شقيقته زينب، وإنما لسوء التلقين في الإخبار. زينب الحصني هذه الفتاة التي تصدق الإعلام السوري، لأنك أنت يا أستاذ فيصل قاسم قمت بحلقة كاملة في الاتجاه المعاكس ونعيتها وحرقتها وشيعتها، ثم عادت لتظهر عبر التلفزيون العربي السوري. غير صحيح طبعا، غير صحيح طبعا. لم نجري أي حلقة عنها، ولم أشيع، لم نقدم عنها أي حلقة. إذا أردنا يا أستاذ لم نقدم عنها أي حلقة. هؤلاء زينب الحصني التي رفعت لك صورتها والتي شيعتها أنت في برنامجك. لم أشيعها ولا سامع عنها ولا حكيت عنها بعمري ولا حكيت عنها بعمري. قطعت أوصال الشهيدة زينب، ألا تخجلون من أنفسكم؟ هذه دولة تقطع أوصال البنات، هذه لا تخجلون من أنفسكم. أنت عاهد القمع، أنت عاهد التزييف، أنت عاهد كذب، انتهيتم. هذا واستنكر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب ما وصفها بالمجازر ضد الإنسانية. وكأن هذا الشيخ الذي ينسب إلى نفسه الإسلام لم يتعلم من كتاب الإسلام فضائل الآية التي تقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أنا لا أستطيع أمام مشهد زينب الحصني الآن أن أقول لأمها لا تطلبي النجدة. أما الشعوب المناصرة لكرامة الشعب فتحركت مشاعرها على وقع الفاجعة، وبدأت المظاهرات هنا وهناك تحت تسميات مختلفة، لم يكن أولها نصرة زينب ولا آخرها صلاة الغائب على روح. ولكن زينب بظهورها حية ترزق بكامل صحتها ووعيها أحاكت كفن تلك القنوات التي وقعت في شرك أفعالها. زينب عمر الحصني إذن حية ترزق، كما تابعتم روايتها اليوم في أخبار التلفزيون، ونعيدها على حضراتكم. عارفين على حالك؟ اسمي زينب عمر الحصني، مواليد 93 1/1. اسم أمي فتاة ملوك وأبي عمر الحصني، ساكنين بحمص باب 17 حشوزة الأصيري. شو تاريخ اليوم؟ اليوم 3/4/10/2011. لساتك زينب ساكنة بنفس العنوان؟ لا، طلعت منه ورحت لعند أحد من أقربائي من دون معرفة أهلي أو حدا. ليش؟ هربت لأنه كانوا أخواتي يعذبوني ويضربوني، لهيك هربت. بأي تاريخ؟ قبل رمضان ب5 أيام. أهلك بيعرفوا إنك عايشة؟ لا أبدا؟ لا، ما حدا بيعرف. كيف عرفتي بقصتك؟ شفتها على التلفزيون، إنه الأمن معتقلني وحارق جثتي ويعني وكذب الخبر اللي طلع، وأنا هلا عايشة ماني ميتة. خبرها يعني إنه هدول القنوات الكاذبة